طيب محمد حضر، محمد جه، محمد هيعمل اللي عليه، السيفيهات بتاعتكم على المسرح وعلى الله التسهيل. مبدئيا ويت، انا مش عارف هو ليه بيقول مبدئيا في بدايه كل فيديو من قبل ما ياكل اي حاجه، يعني مش عارف مبدئيا على ايه بس اوكي. النهارده هنقيم السيفيهات بتاعتكم اللي انتوا بعتوها لي. الحقيقه الفكره دي جات لي لان انا شفت يعني ريسنتلي، انا مش بفتح الفيسبوك كتير فمضطر اتشيك لينكدين. انا ما بحبش لينكدين، بس شفت اكتر من سي في، حسيت انه لو انا بقرا السيفيهات دي وبقيمها عشان ادي حد جوب بوزيشن او حاجه، غالبا هيبقى عندي كونسيدريشنز كتيره جدا على السيفيهات دي. يعني حسيت انه ليه ما نعملش حاجه نقول فيها ايه الحاجات الكومن اللي تاخد بالك منها وانت بتعمل السي في بتاعك. فاول حاجه انا عملتها، عملت فيديو بيتكلم ازاي تعمل السي في بتاعك بشكل كويس، وايه حاجات تاخد بالك منها وما تعملهاش في السي في بتاعك. هتلاقي الفيديو ده ظهر لك هنا، ظهر لك هنا. هو في سلسله فيديوهات من 12 فيديو بيتكلموا عن السفر بره مصر. والحاجه الثانيه، قلت بما انه انا شفت اكزامبلز حقيقيه للسيفيهات، بس انا ما عنديش بيرميشن ان انا اتكلم على حد او اخد السي في بتاعه من على لينكد ان، فطلبت منكم ان انتوا تبعتوا لي السيفيهات بتاعتكم اقيمها. ومش هيظهر اسمك ومش هيظهر اي حاجه تخصك، هحاول اهايد از ماتش از كان من المعلومات الشخصيه بتاعتك واحنا بنشوف السي في بتاعك وبنقيمه. وفي نفس الوقت انا كنت شفت سيفيهات كتيره جدا، واكتشفت ان انا كان عندي اخطاء كتيره جدا في السي في بتاعي. بصراحه السي في بتاعي كان سيء، يعني كان شكله حلو قوي ولكن كان طويل قوي، وكان فيه ديتيلز كتيره قوي مش محتاج ان احنا نحط فيها كل الديتيلز دي. لو انت بتقدم على ماستر سكولرشيب او انترنشيب او سو اون، يعني الناس ما عندهاش وقت. انا شخصيا لو حد بعت لي سي في طويل كده مش هقراه، بالك بقى في حد بيشوف سيفيهات كل يوم، يعني عدد كبير جدا، فما حدش عنده وقت. فقلت نشارك الحاجات الجنرال. ولكن ستوب، يو هاف تو باي. لايك، سبسكرايب، كومنت، تعمل شير للفيديو، معلش يعني احنا وقتنا. فهي دي البيمنت بتاعتي، دي سيرفيس يعني. وخليني اسالكم سؤال تردوا عليا في الكومنتات. هل لو حد طلب منكم ان انتم تدفعوا سيرفيس ان هو ييفالويت السي في بتاعكم، هل ممكن تدفعوا له؟ هل لو دي السيرفيس، لان انا بشوف ناس بتعمل كده، هل انت مستعد انك تبعت السي في بتاعك لحد عشان يعمل له ايفالويشن وانت تدفع له فلوس ولا لا؟ اجابتكم هستناها في الكومنتات، لان حابب اعرف اجابه الموضوع ده، لانه حابب اعرف الناس بتفكر ازاي في الموضوع ده، انه قد ايه مهم عندهم ان هم يقيموا السي في بتاعهم. طيب هقيم السيفيهات، مش هقيم الكونتنت بس، مش هقيمك انت شخصيا، انا هقيم الاستراكشر بتاع السي في، هقيم شكل السي في، قد ايه السي في انفورميتيف وقد ايه السي في ايزي تو فولو. فهو ده التقييم، انا مش هقيمك انت شخصيا، ولكن لو في حد كويس هقول عليه كويس، مفيش اي مشكله. هنقيس درجه جمال السي في بتاعك بقد ايه هو جوسي ولا لا. هل هو جوسي قوي؟ لو جوسي قوي ده يعني هو كويس جدا. لو جوسي نص نص ده معناه ان هو فاهم محتاج يتعدل شويه. لو مش جوسي خالص، انت محتاج تروح تعامل بيلا هو اللي يقيمك، سيبك مني انا خالص. خليني افكركم سريعا بالكورس بتاع الكانسر بيولوجي اللي انا عامله، هيتعمل في اجازه نص السنه السنه دي. تقدر تخش في الديسكربشن هتلاقي تفاصيل كتيره جدا عن الكورس. لو مهتم تعمل ريجستريشن في حد هيكلمك. اعلان مهم جدا هو ان انا جزء من الكورس ده، وده اول مره اقوله، ان انا هكون موجود في مصر. في جزء من الكورس ده هيكون اوف لاين فيس تو فيس، هنكون مع بعض بناخد الكورس. طيب تعالوا نبدا باول سي في معانا، هو عن واحد اسمه اف ار اي. فاف ار اي هو كاتب البيرسونال انفورميشن بتاعته. اولا اوفر اول كده السي في بتاعك فيه تو كومنتس عليه. اولا حجمه كبير جدا، 3 صفحات. ليه تكتب سي في 3 صفحات؟ مهما كنت شاطر مفيش اي داعي، مفيش حد هيتشيك سي في 3 صفحات الا اذا كان عندك 20 years of experience بقى، ويعني خارب الدنيا. وما اعتقدش انت برضو محتاج تكتب ده ولا انت عندك كل الخبرات دي يعني. لانه يعني كتير قوي، محدش عنده وقت يشيك داون. رقم اتنين، حجم الخط عندك كبير جدا جدا ما شاء الله، يعني عيني خلاص مش قادره. رقم ثلاثة، انت ليه مستخدم وورد؟ ليه مستخدم وورد؟ ليه مش مستخدم ستراكشر ريدي من على الانترنت؟ في ويب سايتس حلوه جدا هرشحها لكم في اخر الفيديو دون، تعملوا بيها السي في بتاعكم، يخلي السي في بتاعك فيري بروفيشنال، احسن 100 مره من الوورد، وكلها ريدي، مش محتاج غير انك تحط المعلومات بتاعتك، والاستراكشر بتاعها واضح ومتعارف عليها دوليا عالميا، متعارف عليها. فمش محتاج ان انت تعمل اي حاجه على البورد، لان الاستراكشر بتاع البورد شكله وحش، مش بيبقى ويل ستراكشرد. في تحكمات كتيره جدا بتبقى انت متحكم فيها، زي حجم الخط ما شاء الله، يعني حجم الخط هنا كبير قوي. فدول 3 ملاحظات ان جنرال من غير اصلا ما اشوف السي في محتوى ايه. ده رقم واحد. رقم اتنين، هنمشي بقى خطوه خطوه. الاديوكيشن انا ما عندكش مشكله فيه. الساينتفك بابليكيشن فقط حته هنا لينك، سيم لينك، بحيث انه اللي يدوس على الكلمه دي يظهر له البابليكيشن بتاعتك. الاكسبيرينس مايكروبيولوجي سبيشاليست، كاتب المكان ده از تو ماتش. لخص الكلام دون في سطر واحد. نفس الكلام this is too much، لخص الكلام ده في سطر واحد. internship وبروجكتس، فرق ما بين الانترنشيب وفرق ما بين البروجكتس، ووضح يعني ايه انترنشيب يعني ايه بروجكت. لو بروجكت في ريسيرش اكسبيرينس حطها في ريسيرش اكسبيرينس، لو انترنشيب
هيبقى هو انترنشيب، والانترنشيب ليها مده معينه مش كورس. مثلا انت كاتب isolation and characterization of mesenchymal stem cells، ده غالبا كورس، ده غالبا كورس، لان انت كاتب سبتمبر 2022. الانترنشيب بتبقى بيريود، بتبقى مثلا 3 شهور، 6 شهور، 9 شهور، سنه. غير كده اسمه كورس، اسمه ورك شوب، وات ايفر، ما اسموش انترنشيب. ففرق ما بين دون وما بين دون. نفس الكلام بقى لكل الحاجات دي، شوف هما هل هو انترنشيب ولا كورس واكتبه. ولو في حاجه انت هتحطها في السكيلز شيلها، مفيش مشكله. هنا هو كاتب السكيلز بتاعته. انا مش مع الاستراكشر ده، الاستراكشر بتاعك فيه مشكله. انت ممكن المساحه الفاضيه اللي على اليمين دي كلها ليه سايبها؟ ما تحط فيها الكلام ده، اعمل الموضوع بالعرض بدل ما تعمله بالطول، يبقى السي في بتاعك 3 صفحات. فانت اللي مخلي السي في بتاعك 3 صفحات، السي في بتاعك مش 3 صفحات، ولا ينفع انه يبقى اتحط 3 صفحات. بايوانفورماتكس كاتب كل الحاجات دي، ما عنديش مشكله مع اللي انت كاتبه، بس المهم ان انت فعلا تكون بتعرف تعمل الحاجات دي. ممبرشيب امريكان دي مالهاش اي لازمه، ولا ليها اي لازمه، شيلها، شكرا، مالهاش اي لازمه. اتشيفمنت ساينس جورناليزم، ما اعرفش ايه، فيلوشيب وينر، ماشي، ما عنديش مشكله في الاتشيفمنت مهما كانت هي ايه، حطها. scientific article competition جميل جدا، مفيش اي مشكله. اكسترا ماشي، شيل كل الحاجات دي. founder of student research team، كل دي حاجات مش مهمه. وممكن تحطها في الفولنتيرنج، لو دي انت شايفها فولنتيرنج حطها في الفولنتيرنج. كورسز، كل الكورسز دي ملهاش اي لازمه، شيلها. كل ده ملوش اي لازمه، شيله. ليه؟ عشان انت اوريدي عندك ريسيرش اكسبيرينس، عندك سكيلز. الكورسز حولها لسكيلز وحولها لانترنشيبس، شكرا. كل الكورسز دي ما بتقولش ان انت شاطر، هي بتقول ان انت مش عارف تبريزنت نفسك، لان انت لو حولت الكورسز دي لسكيلز هيبقى احسن. فالافضل ان انت يا اما تشيلها يا اما تحولها لسكيلز. شوف انت اتعلمت ايه من الكورسز دي وتحولها لسكيلز. لانجويجز عربي وانجلش. بروفيشنال listening reading writing very good speaking. طيب اصدقك ازاي؟ مين اللي قيمك؟ مين اللي قيمك انك بروفيشنال؟ خد اي تيست اونلاين واكتب اسم التيست واكتب الدرجه اللي انت خدتها في التيست. ما ينفعش تكتب كده عندك دويلينجو، عندك ايلتس، عندك وات ايفر. ما ينفعش يا جماعه نكتب كده انجلش وانا بروفيشنال وخلاص. انا هطلع بس كده عشان ما يظهرش اسماء الناس اللي هو كاتبها في الريفرنسز. هو كاتب تحت في الريفرنسز which is very good. I think it's very good تكتب ان انت الريفرنسز بتاعتك. ولكن الانجليش ما ينفعش ان انا اقول انا جود انا مش هطول في الكلام عشان ايه، انت فهمتني. اوكي، السي في اللي بعده بقى. طيب اللي بعده ولد اسمه ام حاجه، انت عارف السي في بتاعك بقى يعني مش مشكله، هو ام حاجه يعني وات ايفر. اوبجيكتيف تاني غالبا برضو انت عامله بالوورد، وانا اي دونت ريكومند الوورد، فهنريكومند في اخر الفيديو ويب سايت تعمل عليها السي في بتاعك يبقى شكله احسن من كده بكتير، والكالرفول ويعني ستراكشر بيكون احسن من كده. وكاتب الاوبجيكتيف وات ايفر انت كاتب ايه، اي دونت مايند، وانا شايف انت كاتب يعني كلام قليل جدا. برضو كلمه بروفيشنال اللي احنا بنستخدمها دي يعني humble، be humble. اوكي. decision making برضو this is a big word. decision making this is a big word، خلي بالكم بس من الكلام بتاعتكم. هو دخل على طول في الوركينج اكسبيرينس. I prefer ان انت تكتب الاديوكيشن الاول. دخل على طول في الوركينج اكسبيرينس، مفيش مشكله، هنبص بصه. هو بيشتغل بايوميديكال سيلز في شركه وات ايفر الشركه دي اسمها ايه، ولسه هو شغال في الشركه دي، وكاتب ان هو بيعمل 1 2 3 4. انا ما عنديش مشكله في انت كاتبه زي الفل. مش كاتب كتير، مش موضح بس الرول بتاعتك ايه وشكرا، مش محتاجين اكتر من كده، وده بالنسبه لي كويس جدا. الاديوكيشن في سبيس هنا، شايف السبيس اللي هنا دي، شايف السبيس اللي هنا دي، استخدم ستراكشر تاني. كاتب هو في بدر يونيفرستي، وكاتب الجراديويشن بروجكت، وسوبرفايز باي شخص مش عايزين نقول اسم حد، وكاتب الجي بي بتاعه. انا برضو شايف انت كاتبه ده كويس جدا، ما عنديش اي مشكله فيه. طيب السكيلز، تكنيكال سكيلز، كاتب كل السكيلز اللي هو بيعرف يعملها، وانا ما عنديش مشكله. عندي مشكله مع الاستراكشر، اي حاجه انت كتبتها انا مصدقك فيها، بس فعلا تكون انت بتعرف تعمل الحاجات دي. سوفت سكيلز برضو اكتب اللي انت عايزه في السوفت سكيلز، بس خلي بالك انت كاتب هنا حرف كابيتال، هنا سمول، هنا سمول، وهنا كابيتال تاني، ما اعرفش الكابيتال ده اللي دخله هنا، وهنا نفس الكلام كتبت كابيتال، فكلمه كابيتال وكلمه سمول، حبه فوق وحبه تحت، ما ينفعش الكلام ده. اللي بعده. طيب الجزء الثاني من السي في، كمبيوتر سكيلز يوزنج بايوانفورماتكس، برضو حبه فوق وحبه تحت، هي دي بتتكتب كابيتال، اليو دي المفروض تبقى كابيتال. يوزنج بايوانفورماتكس داتابيز اند بايو ريندر، ايه علاقه
ايه علاقة البايرندر بالكمبيوتر؟ ما اعتقدش ان البايرندر يتحسب از كمبيوتر يعني. مايكروسوفت والحاجات دي ما عنديش مشكلة. لانجوج تاني انجلش upper intermediate B2. مين اللي قيمك؟ مش عارفين، ما نعرفش مين اللي قيمك. training and internships. التريننج غير الانترنشيبس، خلي بالكم بس عشان بس نوضح. IVF internship from December from November to December from December to November. ايه ده؟ from November to December قصدك يعني. لو دي ورك شوب فهي ما تحسبش internship، لو دي ورك شوب دي hands on experience وكاتب اللي انت خدته. غالبا دي ورك شوب مش انترنشيب. بلان تيشو تريننج ماشي، ده برضو شكل كورس لان انت كاتب ديت واحد بس، ده معناه ان هو ما كانش بيريد. بروجرام حاجه بروجرام. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الكورس ده اتفتح اتقفل، ما اتفتح فين الكورس ده؟ ايه الكلام ده؟ شوف الكلام ده واظبطه. ما تستخدموش الوورد. اوكي، ما اعرفش برضو ايه ده. انت مش كاتب ديتيلز عنه، كاتبه بس مش كاتب ديتيلز عنه. كورسز 1 2 3 4 كل دي كورسز، ما عنديش مشكله خالص في تكتب الكورسز دي، ولكن الكورسز دي حاول تحولها لسكيلز. لو ما تحولتش لسكيلز يبقى هي يوزلس. activities and conferences biotech world conference 3 فاو موديل او فاو موديل كونفرنس، ما اعتقدش ان هو كونفرنس. student organization. انا حاسس انت مكسل تكتب الوورد الكلمه الصحيحه، حاسس ان انا كلام كله لازق في بعضه بطريقه انا مش حاسس ان هو. طب هل دي تكمله لدي ولا هي حاجه واحده؟ structure فيه مشكله. بعد كده كاتب البيرسونال انفورميشن في الاخر خالص، كاتب ان هو اتولد سنة في الاخر خالص، يعني بعد ما نخلص سي في وفي صفحه فاضيه كده. طب ايه؟ طب ليه؟ شكله وحش ليه؟ البيرسونال انفورميشن بتحط في الاول خالص. طيب السي في اللي بعده بتاع واحد اسمه بي ام اي. تمام. كاتب الاوبجيكتيف وان هو في سنه رابعه باي تكنولوجي، وكاتب بص في سنه رابعه باي تكنولوجي وكاتب كام سطر؟ 1 2 3 4 5 6. سنه رابعه باي تكنولوجي انت تكتب سطرين 3 سطور بكتير قوي، ما تزودش الكلام. طبعا انا لو رجعت ورا الكلام هلاقي انه في مشاكل في الكلام. hard working creative productive eager to keep growing and evolve. ما عنديش مشكله، كل الكلام ده motivation بس ما اعتقدش ان هو بيعبر يعني عنك. اتكلم in general، مش بنتكلم على السكيلز بتاعتك. دي ممكن تكتبها في السكيلز، كل الحاجات دي ممكن تكتبها في السكيلز. طيب تاني كومنت الاستراكشر. لازلنا في مشكله الاستراكشر، لازلنا الاستراكشر معمول على الوورد. ما بنضيعش وقتنا ان احنا نوجد ويب سايت يكون كويس. استراكشر طبعا سبيسز، استراكشر مش حلو اند سو اون. انا عندي مشكله مع دون. رقم 2 3 صفحات. تخيل طالب في سنه رابعه يكتب السي في بتاعه 3 صفحات. طب ليه؟ 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 هو صفحه واحده بس. انت في سنه رابعه صفحه واحده بس. مهما كنت جامد تقدر تلخص السي في بتاعك في صفحه واحده بس، مش اكتر من كده. لو انت جامد قوي لدرجه انك واخد كورسات الدنيا والاخره، حول كورساتك لسكيلز وانترنشيبس. شكرا. education too much details. كاتب من اول اكتوبر لحد 25 دي too much details. ايه اللي كاتب الاديوكيشن ليه؟ ليه كاتب السكيلز بتاعتك في الاديوكيشن؟ انت الاديوكيشن ده هو فاكولتي اوف ساينس، الجي بي بتاعك كذا ممتاز كاتبه، وباي تكنولوجي وشكرا، والديتس. اكتر من كده لا. وايه اللي جاب اللانجوج في الاديوكيشن؟ يعني ايه انت الاديوكيشن اللي جاب اللانجوجز في الاديوكيشن؟ العربي ماذر لانجوج، مصر هي امي. الانجليزي ايه بقى؟ انجلش. يعني ايه؟ ايه الليفل بتاعك؟ مين اللي قيمك بالليفل ده؟ اوكي، الحاجات دي محتاجين نظبطها. واللانجوج مكانها مش هنا، اللانجوج لوحدها. بص بقى تريننج. بص تريننجز. اولا النقطه هنا اصغر من النقطه هنا، اصغر من النقطه هنا، ودي صغيره خالص. يعني مفيش كونسيستنت في الاستراكشر بتاع السي في بتاعك. السي في بتاعك الاستراكشر بتاعه مش كونسيستنت. وكل دي تريننجز انا ما عنديش اي مشكله انك تكتب التريننجز، بس الاستراكشر اللي مكتوب بيه التريننجز مش اي حاجه، مش كويس. لما تكتب الديتس كلها تبقى على اليمين، كل الديتس يبقى على اليمين تحت. انت بتكتب الديتس هنا في المكان دون، وهنا في المكان دون، طبعا عشان التكست. فلا، كونسيستنت كله يبقى على جنب واحد، كله يبقى في مكان واحد. طبعا النقطه دي كلهم يبقى واحد. طبعا لو استخدمت ستراكشر جاهز مش هنقع في الاخطاء دي يعني. سيتوجينيتك كورس ات كرييتيف ايجيبشن بايوتكنولوجيست. ماشي يا عم ايمن. intern as
اسباير ليدرز بروجرام. ايه اللي جاب انترن؟ لو هي انترن، لو هي انترنشيب مش تريننج، اكتبها از انترنشيب واكتب التفاصيل بتاعتها. طيب ايه الفرق ما بين التريننجز والكورسز؟ خلينا نشوف. كومبليتد ماشي، دي اونلاين كورسز. طيب تاني بقى، بص الاستراكشر شكله سيء ازاي، يا لهوي. بص الكلام فيه سبيسز ازاي جنبه، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. لا طبعا ده استراكشر سيء جدا. طبعا لو رجعت الانفورميشن نفسها هطلع فيها مشاكل كتير، بس عشان مفيش وقت. بس انا حتى الاستراكشر بس هسيب الاستراكشر. التريننجز والكورسز جمعها في سكيلز. لو اتعلمت فعلا حاجه من الحاجات دي حطها في السكيلز. يعني مثلا H3A باينت اي بي تي، علموك ايه هناك؟ علموك الدي ان ايه الالاينمنت، وعلموك الداتا، حطها في السكيلز. شيل الكورس حطها في السكيلز. تمام. كومبيتيشن بارتيسيب ماشي، انا ما عنديش مشكله، اكتب كومبيتيشن اللي انت عايز، بس في مشكله في الديتس. بص الاستراكشر، بص الديتس عامله ازاي، يا لهوي. ايه ده؟ ده اهمال يا شباب. دي مش حاجات بسيطه، ده اسمه اهمال. اوعى تقول ان دي حاجات بسيطه وتعدي الموضوع، ده اسمه اهمال. تمام. اكتيفيتيز، بص بقى الاكتيفيتيز، تيم ليدر وتيم ممبر، كل ده ما اكتبها في فولنتيرنج، ولخص الكلام ده كله في سطرين. لو انت بتعمل نفس الحاجه مش لازم تكتب كلام كتير، لخصه في سطرين، 3 صفحات، مش محتاجين 3 صفحات. يا راجل اخيرا بروجكتس، هو ده الكلام بقى. كل البروجكتس دي اهم بقى من اللي فوق ده كله. لو بروجكت انت اشتغلت in this project in Arab in neuron science we used algebra يا عم هو ده الكلام. دي الحاجات المهمه، حطيت لي ده في 3 صفحه. ده بعد الاديوكيشن على طول، ده بعد الاديوكيشن. تكتبها ريسيرش اكسبيرينس بقى، تكتبها مع وات ايفر سكيلز، ديجيتال سكيلز، سوفت سكيلز، هارد سكيلز. كل ده سوفت سكيلز وهارد سكيلز حطهم مع بعض. سكيلز وخلاص، شكرا. مش كاتب ريفرنس، ما عندكش ريفرنس. مين الناس اللي لو راسلناها هيقول لنا، هيكونفيرم الكلام ده؟ اكتب ريفرنسز، شوف دكاتره عندك في الكليه اكتبهم از ريفرنسز. وغير الاستراكشر بتاع الاستراكشر سيء جدا. انت شاطر، انت كويس، يعني عامل حاجات كتير، في حاجات كتير جدا، ولكن الاستراكشر شكله وحش جدا، ومش قادر تبريزنت نفسك، ومش قادر تبريزنت ان انت شاطر. طيب ننتقل للسي في اللي بعده، والسي في عاملاه بنت اسمها HSS. طيب هي عامله سي في حلو قوي. ليه بقى سي في حلو قوي؟ لان هي كاتبه كل حاجه في صفحه واحده بس. هو ده الكلام يا شباب. بصوا مفيش سبيسز خالص، هي صفحه واحده بس كاتبه كل حاجه. طبعا في كومنتس هنقولها، ولكن about me it's fine، بس حاسس ان ده كتير قوي، ممكن نلخصه اكتر من كده. work experience، بص هو صفحه واحده بس، هو كل الموضوع صفحه واحده بس. بص هي الجمال، بص كاتبه في اللانجوج ايه، كاتبه عربي نيتف، انجلش بروفيشنال. ليه بروفيشنال؟ واخده ايلتس وكاتبه الايلتس سكور. هي مش جايه تقول، هي ما كلمتش نفسها، ده حد شاطر. نرجع بس للورك اكسبيرينس، هي بزنس ديفلوبمنت مانجر، وكاتبه المكان اللي هي بتشتغل فيه. جاست نقلل بس التفاصيل دي شويه، ولكن انا شايف انت مهندله الموضوع عشان بس نقلل الزحمه شويه، ولكن انا شايف ان هو كويس. سوفت وير سيلز في مكان، هي في دبي، في الامارات. برضو شويه تفاصيل زياده، بس انا شايف ان السي في بتاعك كويس. بي اس سوفت وير سيلز نفس الكلام، هي عملت 3 حاجات في حياتها، اللي هو سوفت وير سيلز و بزنس ديفلوبمنت، وكاتبه برضو شويه تفاصيل زياده. ممتاز بصراحه، السي في بتاعها ممتاز. هنا برضو البروفيشنال سكيلز، حاسس برضو ان هو تو ماتش شويه، الديتيلز مخليه الموضوع زحمه شويه. يعني النيجوشيشن، ليد جنريشن، ماشي، الحاجات دي، بابليك سبيكينج، مايكروسوفت اكسل. انت مدخله حاجات في بعضها، محتاجه تقسمي السكيلز بتاعتك. يعني انت مدخله حاجات سوفت سكيلز مع حاجات ليها علاقه بالمجال بتاعك. كوميونيكيشن سكيلز، بزنس ديفلوبمنت، افصلي ما بينهم، افصلي ما بين السوفت سكيلز وما بين السكيلز اللي هي ريليتد بالمجال بتاعك. هو نفس الاستراكشر، بس هتقسمي الحته دي نصين، نص الاولاني تكتبي فيها السكيلز العاديه، والحاجات الثانيه educational qualification. حاسس ان ده يجي بدري شويه، حاسس ان ده جاي متاخر شويه، حاسس ده يجي فوق قبل الريسيرش اكسبيرينس. يعني الاديوكيشنال كواليفيكيشن يجي قبل الاديوكيشنال، قبل الورك اكسبيرينس، او يجي قبل البروفيشنال سكيلز، قبل البروفيشنال سكيلز. يعني دي حاجه مهمه جدا الاديوكيشن بتاعك. السي في بتاعك ممتاز بصراحه، رائع ما شاء الله، عندك اكسبيرينس كويسه، وفي نفس الوقت كاتبه حاجات
ناس كتير قوي مش بتاخد بالها منها، وفي نفس الوقت عامله ستراكشر كويس للسي في بتاعك، وفي نفس الوقت الانجليش مش كاتباه من مزاجها، هي واخده ايلتس سكور. هي دي الاخطاء اللي وقعت فيها الناس اللي قبلها. جاست الكومنتين اللي انا قلت لك عليهم وبيرفكت. طيب السي في اللي بعده واي اي اف. واي اي اف، طيب هي كاتبه هي ساكنه فين، الشارع. انا افضل ان احنا نكتب، يعني ما عنديش مشكله تكتب الشارع، ولكن الافضل تكتب المحافظه وبس، والايميل بتاعها، وحاطه لينك طويل قوي للينكد ان. اول كومنت تشينج ستراكشر، تشينج ذا ستراكشر، ما تستخدمش الوورد. اللينك بتاع لينكد ان بتاعك ده طويل قوي، ممكن تختصري اللينك ده وتكتبي لينك صغير، او تحطي سيم لينك. الاديوكيشن ديبارتمنت اوف بايو تكنولوجي اندر جراد ستودنت، ما عنديش مشكله مع الاديوكيشن، عندي مشكله ستراكشر، كاتبه المعلومات المتاحه والمعلومات اللي احنا محتاجين نعرفها، مش اكتر من كده، مش محتاجين كلام كتير. سكيلز دخلت على طول في السكيلز. تكنيكال سكيلز، اول الكلام بنكتب كلمه كابيتال، بنكتب الحرف كابيتال، وبعد كده رجعنا كتبنا هنا كابيتال، هنا سمول وهنا كابيتال، حبه فوق وحبه تحت، مفيش مشكله. كمبيوتر سكيلز مايكروسوفت برزنتيشن، اوكي دي ممكن نكتبها في السوفت سكيلز. لانجوج و تاني بقى انجلش انترميديت، هي قيمت نفسها على انها انترميديت. جايب المعلومات دي منين؟ جايب المعلومات من عند واحد صاحبي. جيرمان بيجنر، منين برضه ما نعرفش، هي قررت انها بيجنر، مفيش مشكله، بس ده مش صح. conferences and workshops too much details, too much details, too much details, too much details, this is fine. طبعا الاستراكشر مش مبين الديت، الديت بيبقى على اليمين، فالاستراكشر ده مش حلو. courses and workshops محتاجين نكتب ديتيلز اقل، انا ما قريتش التفاصيل نفسها، ولكن انا شايف انه في ديتيلز كتير جدا. courses and trainings، واو، هو في courses conferences، سوري conferences and workshops، سوري it's my fault. دي الكونفرنس اللي هي حضرتها، لو الكونفرنس دي ما فادتكيش بحاجه ما تكتبهاش. الحضور ما لا يعني انها مهمه. هنا بقى courses and trainings، بص بقى الجمال، ادي ده فونت وده فونت تاني خالص، ده فونت سايز وده فونت سايز تاني خالص، يا سلام. طب ليه؟ استخدم ستراكشر مختلف، لازم كل حاجه تبقى كونسيستنت. انا طبعا مش هبص بس this is too much details. هنا ما بين الكورس دون وما بين الكورس دون في سبيس، بس ما بين الكورس دون وما بين الكورس دون مفيش سبيس، لازقين في بعض هما الاثنين كده، ما ينفعش. volunteering and organization، volunteering in research team with دكتورة هبة فهمي، و volunteering at إلهام organization. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني الريسيرش تيم ده انتوا بتعملوا فيه ايه؟ هل في ريسيرش بروجكت؟ ممكن تكتبي الريسيرش بروجكت وتوضحي انت بتعملي ايه. ثانيا الصفحه، نص صفحه اللي فاضيه دي اعمل بيها ايه؟ ارسم فيها ولا اعمل فيها ايه؟ السي في بتاعك كله يتلخص في صفحه واحده بس، مفيش بقى صفحه ونص، يا صفحه يا صفحتين، صفحه واحده بس اتس مور ذان انف للسي في بتاعك. انا شايف ان هو محتاج اكتر من كده، ونغير الاستراكشر. طيب ده سي في حلو جدا، وانا اعذرني يا محمود انا هظهر لان انا مش عارف الغي الجزء. انا بس شايف هنا في زحمه كتير قوي، ممكن نلخص الزحمه دي على قد ما نقدر. بعد اذنك، زحمه كتير قوي قوي قوي، كاتب اكتر من فون نمبر، مفيش داعي انك تكتب الهوم والموبايل وايميل ادريس وايميل ادريس، هو ايميل ادريس واحد ورقم واحد وشكرا، واللينكد ان بتاعك انت حاطه سيم لينك، وده كويس جدا بالنسبه لي. الاديوكيشن اند تريننج، ايه اللي دخل الاديوكيشن في التريننج؟ خلينا في الاديوكيشن بس، انت هو الاديوكيشن لوحده مالوش علاقه. مفيش داعي تحط الويب سايتس، مفيش داعي تحط الويب سايت بتاع الجامعه بتاعتك، يعني او ممكن تحطه سيم لينك، فاكولتي اوف ساينس مونيفيا يونيفرستي، حطه سيم لينك، وانت كاتب اكتوبر 2020 ومفروض هتتخرج 2024، يعني انت غالبا الجي بي بتاعك عندك علم بيه، فحط الجي بي بتاعه انت حاطه هنا. مسليدنج، ده مسليدنج، انت حاطط شرطه موضحه انه اللي تحت ده another topic، فده مسليدنج، فيجوالي مسليدنج. حط المعلومات كلها في السكشن ده، حط الجي بي بتاعك على اليمين، فيلد اوف ستادي على اليمين، او حطها تحت، بس انت حاطط شرطه محسساني ان اللي تحت ده معلومه تانية، فانا مركز في الجزء ده بس، فده مسليدنج. كومباين ورك اكسبيرينس، نفس الفكره، انت حاطط برضو شرطه، فلا هو سيكشن، خلاص السيكشن ده هبص انا عليه، فما تعملش الحركه دي. السي في بتاعك على فكره كويس، ميديكال سبيشاليست في زمزم سبيشاليست سبيشالايزد هوسبيتال،
وسامبل كوليكشن وكاتب الحاجات اللي انت عملتها، مفيش مشكله خالص عندي. الايميل اللي انت حاطه بتاع الشخص اللي انت شغلت معاه ده ما تحطوش هنا، تحطه في الاخر في الريفرنسز. publications updated review of metal nanoparticles write here the description. الله عليك، انت غالبا نسيت تحط الديسكريبشن. الله عليك، انت نسيت تحط الديسكريبشن يا محمود. اكتب هنا الديسكريبشن، ولكن انا مش شايف ان في ديسكريبشن محتاج تحطه، هو كفايه انك حاطط السيم لينك which is fine بالنسبه لي. awards young researcher award faculty of pharmacy Manufacturing University. برضو غير الاستراكشر بتاعك، لان الاستراكشر بتاعك misleading زي ما قلت لك، هو كاننا حاطين عارفين التيشيرت بتاع الحراميه اللي هو بيبقى ده، حاسس ان السي في بتاعك عامل كده من كتر الشرطات السمراء اللي فيه. غير الاستراكشر، انت كاتب حاجه كويسه وهيبقى احسن. volunteering في زحمه يا محمد، حاول ان انت تلخص الحاجات المهمه وتشيل الحاجات اللي مش مهمه. انا شايف ان الخط صغير وفي زحمه في السي في. visually انا حاسس ان في زحمه في السي في. short course practical medical microbiology whole genome sequencing of bacterial. اعتقد ان دون غالبا اونلاين كورس. برضو الديت مكتوب هنا، وبعد كده التايتل، وبعد كده التفاصيل. هو الكورس اسمه هنا، وعلى اليمين الديت، وتحت على طول التفاصيل من غير اي شرط. انت محتاج تظبط الاستراكشر بتاعك لان انت عندك حاجات كويسه. language skills other language الانجليش طبعا، وهيكتبوا هل هو واخد ايلتس، وهو مقيم نفسه C1 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 C1. انت مقيم نفسك ازاي؟ proficient user. انت مقيم نفسك ازاي بالتقييمات الدقيقه دي؟ مشكله يا شباب، مشكله. هي نفس الباترن يا شباب، هو نفس الباترن. conferences and seminars مش مهمه، شيلها. شيل الزحمه، شيل الزحمه دي، شيل الزحمه دي، زحمه. وده لينك طويل قوي، حطه سيم لينك، ده لينك طويل قوي. Egyptian Journal Research Matchmaking Event ماشي. مش عارف هل هو مهم، شيله. مش مهم، شيله، مش مهم خالص. السي في بتاعك يا محمد يتلخص في صفحه واحده، يتلخص في صفحه واحده، وحط الريفرنسز بتاعتك. طيب ده اخر سي في، ولكن هو سي في كويس يستحق ان انتوا تبصوا عليه لان فيه تفاصيل كتيره جدا. هي داخله على طول كاتبه، يعني هي كاتبه about me، هي هنا كاتبه summary وتو ماتش ديتيلز يا شباب، خط صغير وديتيلز كتير. محدش فاضي يقرا الكلام ده كله يا شباب، محدش فاضي. انا شخصيا مكسل اقراه، تخيل ان انا شخصيا قاعد بعمل فيديو على اليوتيوب ومكسل اقراه، فمحدش فاضي يشوف الكلام ده. لخصي، دي بنت، اللي قبلها كان ولد، هو نفس الموضوع ملوش علاقه. لخصي الكلام ده كله في سطرين 3، مفيش اي لازمه. السي في بتاعها 3 صفحات. الاستراكشر بتاع السي في بتاعك حلو جدا. السي في بتاعك 3 صفحات ده مش حلو جدا. السي في بتاعك يتلخص في صفحتين او في صفحه وبس. انت في حاجات كتير جدا، تفاصيل كتيره جدا. بص 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 بص, بص. ادي الاكسبيرينس باي انفورماتيشن، كاتبه المكان وكاتبه كل ده جميل جدا. كل الاستراكشر بتاعها حلو جدا، الاستراكشر بتاعها جميل جدا، ايزي تو فولو. ولكن ديتيلز تو ماتش، محدش فاضي يشوف الكلام ده كله. لخص الكلام ده كله في سطرين، لخص الكلام ده كله في سطرين، محدش فاضي يقرا الكلام ده كله. سنجل سيل اناليسيس في مكان اسمه اب وورك، تو ماتش ديتيلز. سنجل سيل بايوانفورماتكس انترن، تو ماتش ديتيلز، تو ماتش ديتيلز. مش مكتوب لوكيشن، هو اللوكيشن دي المفروض انا اللي احطها ولا هي؟ يعني مش فاهم، مش مكتوب لوكيشن، يعني اللوكيشن بتاعها فين؟ وهنا ريموت، ما عنديش مشكله. هنا بقى اللوكيشن بتاع ده فين؟ نسيتيه. تمام. اكسبيرينس تاني، بايوانفورماتيشن اب وورك اجين، تو ماتش ديتيلز. بايوانفورماتيشن اب وورك اجين، تو ماتش ديتيلز. ريسيرش اسيستنت، دي اهم حاجه في كل الكلام ده، يعني دي اهم حاجه في كل الكلام ده. كل شغلك اللي انت عملتيه على اب وورك، ادي 1 تو ماتش ديتيلز، ادي 2 تو ماتش ديتيلز، ادي 3 تو ماتش ديتيلز. انا متفاهم طبعا ايه هو اب وورك، هو فريلانسنج بلاتفورم، ولكن لخصي كل اللي انت عملتيه في اب وورك از بروجكتس واز وركينج اورز. لان اب وورك ما يعتبرش على فكره ريسيرش اكسبيرينس، يعتبر يعني اتس فاين، بس هو مش ريسيرش اكسبيرينس لان مفيش حد بييفالويت يو هناك، انت اللي بتيفالويت يور سيلف والكاستمرز بتوعك. فلخصي ال3 بروجكتس اللي انت اشتغلتيهم على اب وورك في 3 سطور وشكرا. شكرا، مش محتاجه اكتر من كده. كل المكتوب على اب وورك دون. الاديوكيشن لسه جاي دلوقتي، يعني انا متفاهم الاديوكيشن المفروض يحط الاول. انا فاهم انت ماشيه بالديتس، بس لا، اطلعي فوق، حط الاديوكيشن فوق شويه. باتشلر اوف ميديكال اناليسيس،
تمام. publications very nice. I think publications ممكن تيجي كمان، يعني publication مكانها بعد الاكسبيرينس ما فيهاش اي مشكله. دي سيرتيفيكيتس هي خدتها، امسحي كل السيرتيفيكيتس دي ملهاش اي لازمه، لان انت خلاص عندك اكسبيرينس، مش محتاج نعرف انت خدت الكورسات فين. بصوا بقى السيرتيفيكيشنز بقى، كل دي كورسات هي خدتها، بيج كامله كاتبه فيها الكورسات، بيج كامله كاتبه فيها الكورسات هي خدتها. كل ده ملوش اي لازمه، شيل الكورسات دي كلها ملهاش اي لازمه. صفحه كامله ملهاش اي حاجه، لان انت اوريدي كاتبه في الاكسبيرينس بتاعتك وبتكتبي السكيلز بتاعتك. اتكلم عن السكيلز، اتكلم عن نفسك، وشيل الكورسات كلها. طالما تخطيتوا مرحله الكورسات يا شباب، بقى عندكم سكيلز، شيل الكورسات خالص. مفيش اي داعي ان انتوا تكتبوا. مين هيبص في السي في 3 صفحات؟ مين هيبص في السي في كل الديتيلز دي كلها مكتوبه فيه؟ حد فاضي جدا، حد فاضي جدا. انت بتقراها عشان انت حابب ان انت تقراها، عشان انت بنفسك. بس بنت شاطره جدا ما شاء الله عليها، يعني دي ما تقعدش، دي تسافر على طول. هي عندها السكيلز وعندها المهارات وعندها الاديوكيشن وعندها الاكسبيرينس، عندها حاجات كتير جدا، بس مش قادره تبريزنت نفسها بالطريقه الصح. فكل التفاصيل دي تيك ات اوت، لخص الموضوع في صفحه، في صفحتين بالكتير قوي، في صفحتين بالكتير قوي. صفحه مور ذان ينف يا شباب، صفحتين ماشي، ما عنديش مشكله لو بتقدم على دكتوراه او انت في دكتوراه، انما لسه معاك الباتشر كل الكلام ده يتلخص، ويعني يبقى الموضوع اسهل بكتير جدا. طيب زي ما توقعت، common mistakes، انا مش هقدر اكمل كل السيفات اللي انتوا بعتوها لي، بس يعني انا شايف ان ده ريبريزنتيف سي فيز، وعشان ما ناخدش 3 ساعات في الموضوع يعني. common mistakes كتيره جدا يا شباب. too much details، too much pages. انتوا ما راجعتوش السيفات بتاعتكم بعد ما كتبتوها. في ناس كتير جدا ما راجعتش السيفات بتاعتها، في ناس ناقصها information يكتبها. write the description here، البليس. في ناس مش consistent في الفونت سايز، مش consistent في الفونت نفسه ستايل. في ناس كاتبه تفاصيل كتيره جدا، في ناس قيمت نفسها بحاجات هي مش مقيمه بيها زي اللانجوجز. حاجات كتير قوي يا شباب، حاجات كتير قوي محتاجين نشتغل. في مشكله كبيره جدا في الاستراكشر، في مشكله كبيره جدا في الاستراكشر، استراكشر سيء جدا في برامج. هحطها لكم دلوقتي هنا على الشاشه. البرامج دي استخدموها، انا استخدمتها، وفي برامج تانية احسن. انا استخدمتها وكويسه جدا، وبتعمل الاستراكشر بتاعك بيبقى شكله كويس بروفيشنال. زي الشباب، في شباب هنا عملوا الاستراكشر بتاعهم كويس جدا. في ناس كتير جدا بتستخدم الوورد، وتشيز الوورد مش احسن حاجه، عشان انت مش متحكم في كل حاجه، وانت مش بروفيشنال في الوورد، وانت مش هتعرف تعمله بالوورد، وهو مش احسن حاجه. وات ايفر، في مواقع ده وده استخدموهم. آه بس كده. لو عندكم اي سؤال سيبوه لي في الكومنتات. رجعوا شوفوا الحلقات اللي فاتت بتاعه السي في، مهمه جدا. بعتذر لو اي حد، دونت تيك ات بيرسونال، اي حد اتقال اي حاجه على السي في بتاعه دونت تيك ات بيرسونال. مهم جدا انك تعرف الاخطاء اللي عندك. مش لازم اللي كلامك دايما يسقف لك، يقول لك برافو جامد انت جميل. كلكم شاطرين، كلكم عندكم حاجات تقولوها، لكن it's very important، it's a skill to be able to present yourself. لو انت مش قادر تبريزنت نفسك، محدش هياخد باله منك. الحاجات دي كلها هناخد بالنا منها. لو حد عنده اي سؤال سيبولي في الكومنتات، هحاول ارد عليه في السلسله اللي هنجاوب فيها على اسئلتكم. كل السي في بتاعتك كلها مش جوسي. في سي في او اتنين كده هم اللي جوسي، وبقيه السيفيهات بصراحه محتاجه شغل كتيره جدا. قرمشه من بره، جوسي من جوه. هو ده اللي احنا طالبينه، مش اكتر من كده. اتس نوت هارد يعني. اشتغلوا يا شباب على الريسبي بتاعتكم، وانا لما بتقفل الاكل انتوا بتزعلوا. وشكرا، اشوفكم في الحلقه الجايه، والسلام عليكم.